الموضوع وما فيه ان انت يا سيدي الفاضل اليومين دول ما بين امر من اتنين، يا اما عربية مع تاجر عايز يمص دمك ويبيع لك حتة خردة، يا اما عربية انت هتعطل بيها وتحتار عند الصناعية، وفي كلا الحالتين كلها فلوسك وانت اللي هتدفع من جيبك. احنا كل اللي بنحاول نعمله ان احنا نوصل بيك، سواء ان احنا نقولك فين التاجر الكويس او ازاي تشتري عربية كويسة، او ان احنا نشاور لك على الصيانة الكويسة او المركز الكويس، او ازاي تدفع فلوس قليلة، وفي كل الحالات دي ازاي تاخد احسن جودة. بصوا بقى التكملة بتاعة موضوع الشبكة بتاعة العربية البولو دي. الشبكة دي كانت متدمرة، والشبكة دي بتتباع في الحرفيين ب 2500 جنيه. بص هطلعها لك. بص انا هوريك الشبكة دي بص كانت عاملة ازاي. باينه كده. بص الشبكه دي اولا كان كلها لون اسود. تمام تمام الشبكه دي كانت كلها لون اسود. تمام. والبولو المظبوطه ان الجزئيه دي بتكون لون العربيه. تمام تمام. يعني الشبكه دي مش اصليه. تمام. وكانت مكسوره الشنب. منين؟ كان في كسر الشنب ده كان مكسور خالص. تمام. وطبعا الريش دي كان في ريش مكسره. تمام. انا رحت الحرفيين علشان اشوف هي بكام. تمام. لقيتها ب 2000 ونص. تمام. والنظيفه ب 3 او 2270. تمام. او 2750. تمام. تمام. طبعا كلمنا عم ضياء، يا عم ضياء الشبكه فيها 1 2 3 وغاليه عليا. تمام. قال لي خلاص وريهاني وبعت لي صوره للشبكه المظبوطه وانا ايه سهل اعملها لك. كان في ريش مكسوره من هنا. كان في رشمه. بص هتقلب الناحيه الثانيه. ايوه. بص فيها لحمات ازاي، ومن هنا لحمات. بص هنا عامله ازاي. تمام. عاوز اقول لك الشبكه دي كانت خارجه من حادثه. تمام. الشبكه خارجه من حادثه يعني مش تنفع تاني. تمام. لا انت لو شفت كميه اللحمات، لحمات حوالي 5 أو 6 نقط لحمات. تمام. لحمات كتير. الشبكه رجعت بسم الله ما شاء الله. وفرت انا 2000 ونص كده. تمام. انا كده وفرت 2000 ونص. يا باشمهندس احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ الحمد لله ربنا. باشا العربيه دي انت كنت بتجددها، فلو سمحت اشرح لنا كان في ايه في العربيه وعملت فيها ايه؟ ماشي. العربيه دي انا كنت شاريها من قيمه سنه. تمام. وكان فيها خبطه في القايم. فين بقى؟ كان في الخبطه في القايم هنا. القايم ده كده من كله من جوه، ومسمعه في الدواسه، ومسمعه هنا ايه في البطاحات. تمام. يعني خبطه مش صغيره. تمام. لما اتشدت زراجيل قبل كده ما اتشدتش مظبوط. تمام. فاللي حصل ان الرفرف كان منفخ. الرفرف ده كان راكب على عاصي وكان منفخ لبره. تمام. تمام. فبفضل الله يعني جينا لعم ضياء وشد لنا جزيره تاني. تمام. شد لنا جنازير تاني للجزء اللي قدام ده. تمام. عمل زرجينه من قدام من هنا ومن الرفرف من هنا لبره. مظبوط. تمام. وبرده الرفرف ما كانش مريح. تمام. عامل لنا حاجه بسيطه. ايه بقى التركايه؟ الجزئيه دي قطع هنا كده. تمام. القطعيه الصغيره دي ركب الرفرف على بعضه فريح الرفرف. ايوه فقص منها. تمام. تمام. الرفرف بقى يمين زي شمال. تمام. الحمد لله الحته دي كانت مضايقاني، وانا كنت الفكره ان العربيه دي قطع غيرها رخمه. ايوه. علشان دي بولو كلاسيك. ايوه. مش بولو هاتشباك. صح، دي العربيه ديت سيدان اهي. سيدان. تمام. تمام. فانا بقول لك انا بعاني ازاي مع العربيه دي. العربيه دي وشها من قدام نفس بولو ال 98. شبهها فعلا اهي. تمام. هي بس الشبكه لسه خضرا ما نشفتش، فاول ما تنشف هتركب على طول. تمام. هتشوفها من قدام هتقول هي نفس البولو ال 98. تمام. بس للاسف مش نفسها عشان دي اعرض شويه. فالشبكه بتاعتها مميزه. والفوانيس مش نفس فوانيس البولو ال 98. تمام. وللاسف فوانيسها كمان مش زي فوانيس السيات ابيزا ال 98. تمام. مختلف. الحاجه اللي شبه الابيزا دول العصفورتين دول بس. بس. طب اقطعك بقى في حاجه فنيه. ماشي. والنبي عشان الموضوع ده بيعمل لنا عقده. لا. كلمني عن الفروقات ما بين الفوانيس والكبوت والرفارف بالله عليك يا باشمهندس. بص هقول لك على حاجه. دلوقتي انت ازاي تعرف السمكره مظبوطه؟ انت دلوقتي خارج من حادثه. اتفضل. كنت خارج من حادثه، كان في توك توك داخل فيا، كان الجزء هنا ده متدمر خالص، وهنا كان في كسر. لو معاك صور ليها نبقى ننزلها للناس في الفيديو. ماشي سهله. بس فالفكره في ايه؟ انت دلوقتي خارج من حادثه، ازاي تعرف سمكرتك كويسه؟
لما تلاقي فروقاتك كلها ماشيه خط واحد. تورينا خط منهم بقى. ماشي. بص مثلا هنا الفرق كله ماشي ميه واحده، مفيش حته ضيقه وحته واسعه. تمام. طيب ساعات انت مثلا بعد السمكره تلاقي الفرق حته ضيقه وحته واسعه. تمام. تعرف ان السمكره فيها مشكله. في برضه هنا ايه، الكبوت مش خابط في الفانوس، في عندك حوالي 2-3 مللي. تمام. طبعا علشان ايه، لو حد رزع الفانوس لو حد رزع الكبوت ممكن يكسر الفانوس. دي برضو ايه، انا لما جيت استلم العربيه بصيت عليها كده. انا شايف ان بسم الله ما شاء الله فرق الفانوس من هنا مع فرق الفانوس من هنا زي بعض، هو بالظبط. هو بس يعني بفضل الله صراحه، وبيني وبينك صراحه الاسعار حلوه. ده بجد والله حلوه. يعني انا ممكن اجي هنا واعمل العربيه بتاعتي وما تضيعش زي بره. والله بامانه ناس محترمه جدا. وعم ضياء يعني عم ضياء راجل كبير في السن وراجل على قديمه، مش ابن النهارده. يا اخي الله يبارك لك والله يعني يا اخي الله يبارك لك. برضه معلش يعني لما انت تروح لحد ابن النهارده سمكري جديد، برضه معلش يعني شاب زينا. تمام. مش زي الناس القديمه. هيتعلم في عربيتك. هيتعلم في عربيتي رقم واحد. غير كده الناس القديمه دي عدى عليها عدد عربيات بشعر راسها. العربيه دي جبتها هنا يومين؟ يوم الاثنين تقريبا. تمام. يوم الاثنين على الساعه كام؟ لا على اخر يوم خالص، على الساعه 7-8 بالليل. 7 كان بيقفل خلاص. النهارده ايه؟ النهارده الجمعه. عملت ايه في العربيه؟ لحمت اكسدام قدام والاكسدام اللي ورا كان متقصر، ولحمت اكسدام ورا. ايوه ممكن نبص عليه؟ ماشي. الاكسدام نور يعني ما شاء الله. الاكسدام ده كان واخد معجون، كان لو لمسته كده يقشر. تمام. يعني كان واخد كميه معجون كده، لو عملت كده بس كده هتلاقيه قشر وقع. وكان في قطعيه من هنا في الاكسدام. كان في كسر. تمام. بس فطبعا يعني ايه، هو الله يبارك له راح شال المعجون القديم ده كله واداله قشره معجون بسيطه ولحم عنده. ها؟ ولحم لحم هنا. بسم الله ما شاء الله. يعني بينه وبينك ده بيكون موفر شويه. ايوه. بدل ما تروح لحد يلحم بره، لا هو الراجل بيلحم لك هنا، فايه فالموضوع التكلفه بتقل معاك. بسم الله ما شاء الله. الشبكه دي انا عاوز اقول لك يعني، شوف انا موفر فيها تقريبا 2000 جنيه مثلا. بسم الله ما شاء الله. يعني مثلا كلفتني 500 جنيه مثلا. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيها ويبعد عنك الشر يا رب. طب بالنسبه بقى اخر حاجه عشان نقفل الفيديو، الزونب بتاعت البيبان اللي هي في نص عربيات مصر، قبل وبعد. قبل كان عندك ايه وبعد بقى عندك ايه؟ الباب كان طبعا عربيه 2001 فقديمه شويه. تمام. الباب من الفتح والقفل وكده، الزونب بتاعت الخوابير بتاعت الباب بتريح. تمام. فتلاقي الباب ايه، ده الباب بيتحرك معاك كده. تمام. تيجي تلاقي الباب اصلا مريح معاك، تيجي تقفله تلاقي الباب بيخبط معاك هنا. طب دلوقتي؟ لا دلوقتي ما شاء الله الفرق كل واحد. طب وانا انت بتفتح كده انا شايف ان في هزه، ولا دي هزه طبيعيه؟ لا ده العربيه كلها بتتهز مش الباب. بص اقول لك حاجه، تيجي تقفل الفرق كل واحد. تمام. والباب بيتقفل بسهوله، مش محتاج ترزعه. فاهم مش محتاج ترزعه. تمام. طيب يا باشمهندس احمد، احنا بنشكرك جدا على المقابله النهارده دي. ان انا بعمل اعلان، خلي بالك. بس انا بتكلم بحماس عشان مبسوط. هو فعلا ما بيعملش اعلان. ربنا يبارك لك. الناس هتفتكر ان انا بعمل اعلان. ربنا يبارك لك. مركز ضياء وحازم التمامي بشارع مهدي عرفة، مدينة نصر، الحي العاشر، امتداد الواحة. ودي عربيتك، اعمل فيها اللي انت محتاجه، هتدفع بأسعار زمان وشغل بما يرضي الله تعالى. مركز ضياء التمامي، رقم تليفونهم 010-97-137. رقم التليفون تاني 010-97-137.